ليه باتريك بيتمان وحش؟ في سنة 2000 يا صديقي نزل فيلم امريكان سايكو واللي ترجمته المغتال الامريكي. باتريك بيتمان واللي هو كريستيان بيلا صديقي بطل الفيلم، لأتقن الدور ببراعة شديدة جدا يا صديقي. حرفيا الشخصية مرعبة بشكل كبير. حرفيا يا صديقي باتريك له وشين، الوش الاول يا صديقي مع الناس الاغنياء واللي يعرفوه، وش الغني الوسيم الكاريزما السيجما الواد اللي مفيش منه اتنين. ولكن الوش التاني يا صديقي مع اللي ما يعرفوش بقى ممكن يموت، يعني حتى موت راجل والكلب بتاعه. طب الكلب ذنبه ايه؟ يعني هو كان خارج متضايق موت الراجل والكلب، الكلب يموت ليه؟ حرام عليك يا جدع. يعني حتى صديقي كلمة قاتل متسلسل ما تنفعش معاه. القاتل المتسلسل بيقتل ويمشي، ده بيقتل وبياخد الراس يحتفظ بها في التلاجة. هتقول لي ليه؟ اقول لك عشان ما تضربش، يعني الجو حر ده شيء طبيعي. يعني باتريك يا صديقي في الفيلم دوت كان اي نعم غني وسيم وكل حاجة، لكن لو لقى واحد اغنى منه بحاجات بسيطة ياخدوا البيت عشان يعزموا على حاجة ويخلص عليه في البيت. يعني اللي هو صديقي ماشي بمبدأ محدش هيبقى احسن مني ابدا. تعالى خلينا الخص لك قصة الفيلم كاملة عشان تفهم انا قصدي ايه. ده كل حاجة صديقي باتريك وهو قاعد مع اصحابه الاغنياء اللي زيه، طبعا بيتكلموا في الامور بتاعت الاغنياء اللي انا وهم نعرفها بس وانت ما تعرفهاش يا عزيزي المشاهد. المهم انهم بيروحوا بار او مالها لاير بمعنى الكلمة. يروح للبارمان يا صديقي وبيطلب منها مشروب، وعشان بيتكلموا بطريقة رخمة شويتين الواد اول ما بتديله ظهرها بيقعد يشتم فيها ويقول لها انت شكل وش رجلي. ما قالت له اتفضل يا فندم، ضحك وبقى مبسوط. فكرني بواحد صاحبي. عارف ان باتريك واسمها صديقي لانه بيعتني ببشرته وبيعتني بشكله ولبسه وعضلاته وكده، يعني زي من الاخر فينا صفات مشتركه. يا باتريك بيقول لنا ان هو مش هو باتريك، ازاي بقى ما اعرفش، بس بيقول لنا ان هو دي مش شخصيته الحقيقيه، يعني ده قناع ولبسه قناع الاغنياء زي ما بنشوف، يعني ضحكه الاغنياء بمعنى الكلمه. حتى الترند بقى يا صديقي وهو داخل على شغله حاطط السماعه في ودنه ومزاجه رايق، السكرتيره بتاعته على اخبار الشغل وكل حاجه وبيعرف كل حاجه، وطبعا بتكون بتحبه. خلي بالك من الحته دي عشان ايه تحتاجها بعد كده. وبعد كده بيقعد على المكتب يتفرج على التلفزيون. بيخرج يا صديقي مع الحته بتاعته بوبا لابس السماعه طبعا طول الميعاد، وهي عماله تتكلم وهو مش سامعها اصلا وعمال يسمع موسيقى ومزاجه رايق. بقى متضايق يا صديقي انها عماله تتكلم وهو عايز يسمع الاغنيه. هي دي بقى يا صديقي مشاكل الاغنياء اللي ربنا يرزقنا بيها، يا رب يرزقنا بيها. وصلوا المطعم يا صديقي اللي بيكونوا رايحين يتعشوا مع واحد صاحبه وبرضك حبيبته. طبعا محتاج اقول لك ان هو مع كل واحد غني بيبقى راسم وش جديد. غير العاده يا صديقي بيبدا يتكلم عن الستات وحقوقهم وكده وانه بيحبهم وبيشجعهم وكده. بس يا حلوه اللي شفت الفيديو وفرحتي هتفهمي الوقت هو بيتكلم كده ليه والموضوع ماشي ازاي. المهم يا صديقي انه كان رايح المغسله عشان يغسل الملايه، وطبعا الملايه دي مليانه دم. دم ايه بقى هنعرف دلوقتي. وطبعا بيتشكل معاه لانها مش عايزه تغسلها له دلوقتي، فبتيجي واحده هو يعرف لما اظن كلنا نعرف. طبعا حان وقت تفعيل المود الهادي الجميل، الواد الغني الرائع الجميل اللي ما فيش حد زيه. المهم انه بيسلم عليها وبيسيب الملايه وبينسى الموضوع اصلا وبيمشي. كده يا صديقي بيبقى قاعد هو واصحابه الاغنياء. تعال نشوف المشكله دي بقى. كل واحد بيبقى معاه كارت والكروت كلها شكل بعضها. ايه اللي بيفرق ان ممكن تلاقي كارت اعلى من التاني بس في شويه ارقام. يعني طبعا لما صاحبه بيطلع الكارت وبيكون اعلى من بتاعه ده بيتعصب وبيتوتر وبيبقى هيموت ويقول لك يا رب يرزقنا مشاكل الاغنياء ديت. تخرج يا صديقي من المكان وهو متضايق جدا وبيروح لواحد فقير يا صديقي وبيبدا انه يتنمر عليه ويترخم عليه وبيطلع المسدس وبيخلص عليه. وطبعا الكلب قاعد بيقول له في ايه يا عم، اما خلص عليه. يعتبر كده اول راجل نشوفه بيموته حاليا والكلب بتاعه. كده صديقي بيروح حفله ولا كانه عمل حاجه، لا وكمان بيقابل واحد هو ما بيحبوش عشان معاه فلوس اكتر منه وكده وبيعزمه على العشاء. وطبعا بيعزمه على العشاء وبياكلوا وبيشربوا وبعد كده بياخدوا عنده البيت. طبعا هو قاعد بيتكلم مع صاحبه بيلبس كيس وبيمسك فاس وبيخلص عليه وبيقعد يشرب سيجاره. روقانك يا جدع. والحلوه اللي كانت بتحبه في الاول الفيديو يعني لما كان بيتكلم على المرأة وكده لسه بس ده احنا كده بنسخن معاه. طبعاً بياخد الجثه عشان يتخلص منها صديقي وبيحطها في كيس ماركه مشهوره. الكيس ده يعني شنطه ماركه مشهوره وكده. وطبعا اول ما واحد بيشوف بيقول له دي ماركه ايه قام بيسيبهم ويمشي. مش يساله الكيس ده فيه ايه والدم اللي بينزل ده ايه والقرف ده ايه والريحه ده ايه، لا بيقول له دي ماركه ايه. طبعا بيروح يلم شنطه هدوم الراجل من الشقه بتاعته كانه سافر يعني وكده. هو ما قتلش ولا عمل اي حاجه. بيشغل الموسيقى الجميله بتاعته وبيقعد ولا كانه عمل اي حاجه ولا موت واحد ولا اتنين ولا كلب حتى. دخل عليه المحقق الصديقي عشان يحقق معاه وبيساله انت كنت فين، قال له ان هو كان بيسكر وكده مع اصحابه وما شافوش خالص. محقق بكل سلاسه بياخد بعضه وبيمشي. المهم يا صديقي انه بيروح حفله وبياخد واحده معاه ومروح. وطبعا مش محتاج اقول لك انه خلص عليها. حلوه اللي كانت فرحانه بكلامه لسه ده لسه ما عملش اي حاجه كده. بيتفق مع السكرتيره انها تتعشى عند صديقي وبتوافق لانها بتحبه زي ما قلت. المهم انه بيفتح التلاجة وبنلاقي راس البت اللي اتعرف عليها. ايوه اين المفاجاه الحلوه يعني. واي نعم متخلف عقليا وكل ده يا صديقي، ولكن هو عمل احلى حاجه في الدنيا. هو ريحنا منهم. عندك انا حرفيا ما بطيقش البنات اللي هو ماشيين في الشارع وشايفه نفسها الملكه اليزابيث التاسعه ومفيش حد قدها، يعني حرفيا شويه بنات مقرفين. حلو يا جميل، حلو يا جميل، حلو يا جميل، دينك وعرضك يا ابن. بدأ يتكلم صديقي مع السكرتيرة وكده وبيدور على السلاح اللي هيخلص عليها بيه، ولكن خطيبته بتتصل فبتنجو البيت. يخلص على كده لا ده بيجيب واحدة تانية وبتقدر انها تهرب منه، بس ده بيطير وراها لحد اما بيشنيرها بالمنشار. حلوة لسه مصممة ان هو حلو لما اتكلم عنكم في اول الفيديو. ايه طبعا بعد كل ده بينفصل عن خطيبته صديقه ويعتبر البت
الوحيده اللي كانت بتخرج معاه وما موتهاش لحد دلوقتي يعني. المهم يا صديقي انه رايح يسحب فلوس من اي تي ام، بيلاقي قطه فبيتضايق وعايز يموتها، فبتشوف واحده عجوزه صديقي فبيخلص عليها. صديقي الشرطه بتشوفه فهو بيطلع يجري، بيطلع يجري وراه فبيخلص عليهم، بيضرب طلقه كده قامت العربيه بتفرقع، فبيقول اوعى ده انا طلعت جامد قوي كده ليه. رجع البيت جري يا صديقي، طبعا اللي على البوابه بيسلم عليه، بيطلع المسدس وبيموته ليه ما اعرفش. المهم هو بيجري طبعا بيلاقي واحد بينظف، فبيرجع تاني اللفه كلها وبيخلص عليه وبيمشي. صديقي انه بيرجع البيت وحالته النفسيه يعني وحشه جدا، بيلاقي طيارات الشرطه محاوطه البيت، فطبعا بيقعد وبيكلم المحامي بتاعه، بيبدا يعيط وبيعرفوا انه قتل 600 شخص ولا 700 شخص وبيت، وكان بياكل الجثث والدماغ، يعني حاجه اخر قرف. والبنات اللي كانت مبسوطه بالكلام اول الفيديو عايزه اشوفكم دلوقتي انتوا رحتوا فين. المهم يا صديقي ان الصبح بيطلع وبيروح للمكان اللي هو مخبي فيه الجثث، فبيلاقيش اي جثث، وبيلاقي ان كل الاثار اتدهنت وكل حاجه راحت، وبيلاقي واحده عجوزه بتقول له يمشي من هنا بدل ما تزعله. فيكلم السكرتيره يا صديقي وبيعرفها انه مش جاي الشغل، وبشكل غبي جدا بيقعد يشتم فيها ويهزق فيها، وطبعا البت بتعيط يعني كانت بتحبه، يعني ما ذنبهاش انها كانت بتحبه، يعني قعدت تعيط والدموع ديت بتصعب عليها يعني. ان الفضول بيقتلها فبتفتح المكتب يا صديقي وبتلاقي فيه صور لكل الضحايا اللي هو روقهم وكل حاجه، وشويه شغبيت وحاجات ناس متخلفين يعني، فبتصعب عليه يعني. فيكلم المحامي يا صديقي، والمحامي بيبدا يضحك معاه ويقول له رسالتك كانت كوميديه جدا، فبيقول له ازاي كوميديه ده انا قلت لك ان انا قتلت كذا كذا اللي هو الواد يعني الغني بتاع الكارت ده. فقال له ازاي يعني ده كان معايا من 10 ايام. طبعا ده بينصدم ازاي يعني وانا مخلص عليه. يجي قاعد مع اصحابه يا صديقي وبيبدا يشتم فيهم طبعا، وبيقول ان هو ما بيحبش ان يشوف حد انجح منه، واللي هيشوف انجح منه هيخلص عليه، فمحدش يبقى انجح منه عشان ما يجيش يخلص عليه ويجيله من تحت السرير. طبعا يا صديقي نهايه الفيلم فارغه، يعني نهايه مش نهايه، اللي هو نهايه ما كانش اي بني ادم متوقع انها تكون موجوده اصلا، لان ما فيش نهايه حرفيا. يعني هم نسيوا يحطوا النهايه بعد ما عملوا العملاق الفيلم الجامد ده، واللي الفيلم اللي ابدع فيه حرفيا كريستيان بيل، واللي هو باتريك بيتمان حرفيا يا صديقي ادى الدور كما يقول الكتاب، ابداع ابداع ابداع، حاجه فخمه. لكن اللي ضايقني في الفيلم كله ازاي الكلب يموت يعني.